سؤال تاني بيقول لي بما تفسر النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية والأساسية، لأن الزراعة هي مصدر لغذاء الإنسان ويرتبط معها تربية الحيوان ومصدر للعديد من المواد الخام. رقم 2، توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة، لأن الغاز الطبيعي سهل النقل ورخيص الثمن وغير ملوث للبيئة وأنه من الطاقة المتجددة. سؤال 3 بيقول لي يعد البترول أهم مصادر الطاقة، لأن البترول يرتبط وجوده بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة أن يدخل في العديد من الصناعات ويدخل في صناعة تكرير البترول ويتم تحويله إلى البنزين والسولار ويدير العديد من المصانع. السؤال بعد كده بيقول لي رقم 4، اليابان، أو ممكن أقول أي دولة في العالم مش شرط اليابان. اليابان من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك في العالم. السؤال دوت أو ذكر أي دولة في العالم ليه بتنتج أسماك كتيرة في العالم. هقول المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. المقومات الطبيعية ومنها اللي هي ضحولة المياه، تقابل التيارات الدفيئة والباردة، وجود الموانئ الطبيعية. والعوامل البشرية زي وجود الخبرة الفنية العالية، مراكب الصيد المزودة بالثلاجات الكبيرة جدا، وعندي اللي هي استخدام الخبرة والأساليب العلمية الحديثة. رقم 5 بيقول لي يشتهر إقليم غرب ووسط أوروبا بالصناعة، لأن إقليم غرب ووسط أوروبا تتوافر فيه كل مقومات الصناعة، بالإضافة أن دول أوروبا سمحت بالتبادل بين الدول مما أدى إلى التكامل بينهم البعض وأصبح من أهم الأقاليم الصناعية. رقم 6 بيقول لي زيادة معدل استهلاك العالمي من اللحوم. هقول كده بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع دخل الفرد. رقم 7 توطن صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة، لأن الدول المتقدمة يتوفر بها مقومات صناعة الألمنيوم زي طاقة كهربائية عالية، خبرة فنية، وسوق خارجي. سؤال 8 بيقول لي تقدم الصناعة في إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الصناعي. هقول لأن في إقليم شمال شرق الولايات المتحدة بتتوافر كل مقومات الصناعة، بالإضافة وجود أكبر أقاليم صناعية موجودة في العالم في هذا الإقليم، وأنه يشمل منطقة كندا والبحيرات العظمى، ويوجد بها العديد من الصناعات زي صناعة الإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية وغيرها. سؤال رقم 9 بيقول لي ينتج قصب السكر في معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. ينتج قصب السكر في معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا، لأن قصب السكر بيحتاج إلى درجة حرارة عالية، وده غير متوافر في قارة أوروبا. السؤال رقم 10 بيقول لي زيادة عدد السكان في هضبة جوز بنيجيريا، لأن هضبة جوز بيقيم عليها النشاط التعديني وخاصة استخراج معدن القصدير. رقم 11 بيقول لي بما تفسر شهرة قارة أوروبا بإنتاج السكر من البنجر، لأن قارة أوروبا بيتوافر فيها اعتدال المناخ، وده ملائم لنمو محصول بنجر السكر. سؤال رقم 12 بيقول لي انكماش مساحة الحشائش في ألمانيا. هرد بإجابتين على طول وأقول انكمشت مساحة الحشائش في ألمانيا لحاجتين: 1 الامتداد العمراني، 2 اللي هي إحلال الزراعة. سؤال رقم 13 بيقول لي تركيز السكان بالمناطق الصناعية في ألمانيا. طبعا إجابة مباشرة لتوافر فرص العمل وتوافر الأيدي العاملة وارتفاع مستوى دخل الفرد. سؤال رقم 14 بيقول لي قلة عدد السكان بدلتا النيجر بنيجيريا. هقول كده بسبب قسوة المناخ وانتشار الغابات الاستوائية. 15 بيقول لي بما تفسر جذب المرتفعات الوسطى بألمانيا للسياحة، وذلك لوجود التلال وينابيع المياه التي تعد مصدرا لجذب السياح. السؤال 16 بيقول لي استراليا أولى دول العالم إنتاجا للصوف وتصديره. طبعا احنا عارفين إن استراليا كدولة أو قارة بيقام عليها أو تربى أو تهتم بتربية أغنام المرينة أو لتوافر أغنام المرينة. السؤال رقم 17 بيقول لي تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيدي عاملة كثيرة، لأنها تدخل في عمليات كثيرة منها بذر الحبوب وري المحصول وتنقية الحشائش. السؤال رقم 18 بيقول لي قلة عدد القائمين بحرفة الرعي بشبه جزيرة العرب وبادية الشام، طبعا لتحول عدد كبير منهم لحرف أخرى زي التعدين واستخراج البترول واهتمامهم بالتعليم، فانصرفوا عن الرعي البدائي واتجهوا للحرف الأخرى. السؤال رقم 19 بيقول استهلاك الدول المتقدمة نسبة كبيرة من المعادن. هقول لأن الدول المتقدمة بتستخدم المعادن في العديد من الصناعات زي صناعة الآلات والسيارات والأسلاك النحاسية وغيرها من الصناعات القائمة على المعادن. السؤال رقم 20 بيقول لي عد السهل الساحلي في ألمانيا من المناطق الاقتصادية الهامة، وذلك لأن
السهل الساحلي أو السهل الألماني الشمالي ده جزء من السهل الأوروبي العظيم اللي تربته بتتميز بالخصوبة ويعتمد على الزراعة في هذه الأماكن. السؤال الأخير في بما تفسر بيقول لي استخدام التخصص في حيوان المراعي. كل مرعى أو كل مرعى من المراعي الطبيعية بتتخصص في تربية حيوان معين، وذلك للهدف منه الإنتاج التجاري الضخم والاستفادة من الحيوانات في إنتاج العديد من الموارد زي اللحوم والألبان والجلود والصوف. في سؤال تاني ممكن يجي لي بطريقة تانية ونمط مختلف، بيقول لي في أي الدول تقع المدن الآتية وما سبب شهرتها؟ أولا أنا عايز أعرف المدينة دي، الدول دي موجودة في المدن دي موجودة في أي دولة وسبب شهرتها إيه؟ أولا أبوجا دي تقع في دولة نيجيريا، وتميز بأنها العاصمة السياسية لنيجيريا. لاجوس توجد في دولة نيجيريا وتعتبر هي العاصمة القديمة وهي العاصمة التجارية والاقتصادية في ذلك الوقت. مدينة إبيدان موجودة في نيجيريا وتعتبر من أهم المناطق في الصناعة والمواصلات والتعليم. مدينة تانية زي برلين دي موجودة في دولة ألمانيا وتعتبر العاصمة السياسية. مدينة زي مدينة هامبورغ دي موجودة في ألمانيا وتعتبر أكبر ميناء تجاري يطل على البحر الشمال في دولة ألمانيا. ميونخ موجودة في دولة ألمانيا ويعتبر يتميز بأنه عاصمة إقليم بافاريا وأكبر إقليم صناعي في الصناعات الحديثة في العالم. مدينة تانية زي مدينة بومباي دي موجودة في الهند وتعتبر هي عاصمة تجارية لدولة الهند وتوجد على الساحل الغربي لدولة الهند. مدينة تانية زي نيودلهي موجودة في دولة الهند تعتبر العاصمة السياسية لدولة الهند. مدينة ثالثة وأخيرة بالنسبة للهند اسمها حيدر أباد ودي موجودة في الهند وتوجد توجد نواحي هضبة الدكن وتميز بوجود الصناعات اليدوية والمراكز الإسلامية. نمط جديد من الأسئلة ممكن تجيلي في الجغرافيا بيقول ما المقصود بكل من الزراعة البدائية. الزراعة البدائية هي ما عنديش تعريف لها واضح في الكتاب، لكن ممكن أقول هي صفاتها وأنماطها. الزراعة البدائية هي زراعة بتعتمد على مساحات صغيرة معزولة ومتباعدة وتعتمد على أيدي عاملة قليلة، والهدف منها اللي هي الاستهلاك المحلي. الزراعة الثانية اسمها الزراعة الكثيفة، هي زراعة الأرض بشكل مكثف أكثر من مرة في العام لكي تكفي بالإنتاج المحلي، وهي بتحتاج إلى وتوجد في حقول صغيرة وتعتمد على أيدي عاملة كثيرة. الزراعة الثالثة اسمها الزراعة التجارية، وتسمى الزراعة التجارية الواسعة والعلمية التي يستخدم فيها كل الأساليب العلمية والآلات الحديثة وتعتمد على المراعي، سواء تعتمد على حشائش في إزالتها، حشائش المراعي في إزالتها وإحلال محلها المحاصيل الزراعية المختلفة. ما المقصود بالتعدين؟ التعدين هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. ما المقصود بالبترول؟ البترول هو عبارة عن كائنات عضوية ماتت وانطمرت في باطن الأرض، يعني اندفنت في باطن الأرض منذ ملايين السنين وتحولت إلى مواد بترولية. ما المقصود بالفحم؟ الفحم هو عبارة عن بقايا أشجار وشجيرات انطمرت في باطن الأرض ونتيجة الضغط والحرارة تحولت إلى مواد كربونية سوداء. ما المقصود بالطاقة الكهربائية الحرارية؟ هي توليد الطاقة الكهربائية باحتراق الوقود زي البترول والفحم والغاز الطبيعي. ما المقصود بالكهرباء مائية؟ هي توليد الطاقة الكهربائية عن طريق المياه وذلك من خلال استخدام السدود والشلالات. ما المقصود بالرعي البدائي؟ المقصود بالرعي البدائي هو رعي يتم في مساحات واسعة من الصحاري والهدف منه الاكتفاء الذاتي أو المحلي. ما المقصود بالرعي التجاري؟ الرعي التجاري هو الرعي الذي يعتمد على المراعي الطبيعية زي حشائش السافانا وحشائش الاستبس والهدف منه الإنتاج التجاري الضخم. ما المقصود بالغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي يسمى بمسام الصخر وقد يكون في حقول منفردة أو موجود مختلط بالبترول. ما المقصود بالطاقة النظيفة؟ الطاقة النظيفة هي طاقة غير ملوثة للبيئة وطاقة لا ينتج عنها أي ملوثات وتعتبر من الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية. نوع جديد تاني من الأسئلة أو نمط جديد من الأسئلة في الجغرافيا بيقول لي في أي الدول توجد هذه الأنهار وأين تصب؟
أي الدول توجد هذه الأنهار وأين تصب؟ يا أستاذ أنا خدت السؤال ده الترم الأول، وارد إنه يجي الترم التاني. نهر زي نهر الجانج ده موجود في دولة الهند، ويصب طبعا في خليج البنغال. نهر إلب ده موجود في دولة ألمانيا ويصب في بحر الشمال. نهر الراين موجود برضو في دولة ألمانيا يصب في بحر الشمال. نهر تاني اسمه نهر كفري ده موجود في الهند ويصب في المحيط الهندي. نهر النيجر موجود في دولة النيجر ويصب في خليج غينيا والمحيط الأطلنطي. نوع جديد من الأسئلة بيقول لي في أي قارة تقع هذه الخليجان؟ أي قارة؟ البنغال موجود في قارة آسيا، أما خليج غينيا موجود في قارة أفريقيا. سؤال تاني بيقول لي وضح استخدام كل معدن من المعادن الآتية، أو ممكن يجيبها لي في صورة سؤال بما تفسر. أهمية معدن الحديد يدخل في عديد من الصناعات زي صناعة الحديد والصلب وصناعة الآلات. وضح استخدام معدن البوكسيت. البوكسيت يعتبر المادة الخام لصناعة الألمنيوم. وضح استخدام كل معدن زي النحاس. النحاس بيدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسلاك الكهربائية والأدوات الكهربائية. سؤال تاني من الأسئلة يقول لي وضح أهمية كل من القطن. القطن بيدخل في صناعة الملابس والمنسوجات ويستخرج منه الزيوت، والبذرة تعتبر علف للماشية. وضح أهمية اللحوم. اللحوم تعتبر الغذاء الرئيسي للإنسان ويدخل في التجارة الدولية. وضح أهمية كل من الأسماك. الأسماك تعتبر مصدر بروتيني هام جدا بالنسبة للإنسان ويدخل في العديد من الصناعات زي حفظ وتعليم الأسماك. وضح أهمية الألبان. الألبان تعتبر المصدر الرئيسي الثاني للإنسان ويدخل في العديد من الصناعات. أهمية البترول. البترول يرتبط به التنمية الاقتصادية والاجتماعية وندخل في صناعة تكرير البترول وتحويله إلى السولار والبنزين. وضح استخدام كل من الفحم. الفحم هو عماد الثروة الصناعية في قارة أوروبا أواخر القرن ال18 ويعتبر مصدر ووقود للعديد من الصناعات. الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي وقود للسيارات، يستخدم في الأغراض المنزلية، يستخدم في العديد من الصناعات وهو غير ملوث للبيئة. وضح استخدام القمح. القمح يعتبر غذاء رئيسي للإنسان ويدخل في العديد من الصناعات مثل الخبز والمكرونة والحلويات. وضح أهمية كل من الذرة. الذرة يعتبر علف للماشية والباقي يتم تصديره للخارج وخاصة في قارة أمريكا الشمالية. نمط جديد من الأسئلة بيقول لي في أي الدول توجد هذه التضاريس؟ هضبة جوس توجد في دولة نيجيريا. هضبة الدكن موجودة في دولة الهند. نهر الجانج موجودة في دولة الهند. سهول الكوروماندل موجودة في دولة الهند. نهر الراين موجودة في دولة ألمانيا. السهل الشمالي موجودة في دولة ألمانيا. نهر كفري موجودة في دولة الهند. جبال الألب موجودة في دولة ألمانيا. المرتفعات الوسطى موجودة في دولة ألمانيا. سهول ملبار موجودة في دولة الهند. سؤال تاني بيقول لي أو نمط جديد من الأسئلة بيقول ما اسم المدينة التي تشير إليها كل عبارة؟ العاصمة القديمة لنيجيريا وأكثر مدنها سكانا هي لاجوس. سؤال 2 العاصمة الحالية لدولة ألمانيا برلين. العاصمة الحالية لدولة الهند نيو دلهي. من مدن الهند نتميز بوجود مراكز إسلامية حيدر أباد. من مدن نيجيريا ومراكز التجارة والتعليم والمواصلات إيبيدان. العاصمة الاقتصادية لدولة نيجيريا لاجوس. أهم موانئ ألمانيا وقريبة من بحر الشمال هامبورغ. عاصمة إقليم بافاريا جنوب ألمانيا ميونخ. العاصمة الحالية لدولة نيجيريا أبوجا. العاصمة التجارية لدولة الهند هي بومبي. آخر سؤال ممكن نتعرف عليه من ضمن الأسئلة اللي وارد تيجي في الامتحان وضح العلاقة بين كل من مصر وألمانيا ونيجيريا والهند. يوجد علاقة ثقافية بين مصر وألمانيا منها الجامعة الألمانية بالقاهرة، معهد الآثار الألماني، هيئة التبادل العلمي، مركز الثقافة الألماني. بالإضافة لتوضيح العلاقة بين الدولتين إن ألمانيا تمول مصر بمشروعات توليد الكهرباء من الرياح، وتوجد علاقة اقتصادية. مصر تصدر لألمانيا الملابس والغاز الطبيعي والبترول، وتستورد مصر من ألمانيا الآلات والسيارات والمواد الكيميائية. أما العلاقة بين مصر ودولة نيجيريا، مصر تصدر لنيجيريا العديد من المواد مثل المحولات الكهربائية، الأسمدة، الفوسفات، الأسلاك النحاسية، مواسير الألمنيوم.
وإطارات السيارات. أما مصر تستورد من نيجيريا اللي هي الحبوب الزيتية فقط. العلاقة بين مصر والهند: مصر تصدر إلى الهند الفوسفات والأسمدة والقطن، أما مصر تستورد من الهند غزل القطن و قطع غيار السيارات والشاي والتوابل وغيرها. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء.